اهو اللي عمله احمد عبد القادر ده غريب جدا يا جماعه والله. 4 شروط احمد عبد القادر كان حاططهم لاي نادي عايز يتعاقد معاه، واربع انديه طلبوا التعاقد معاه، وشوفوا رد عليهم قال لهم ايه يا جماعه. مبدئيا كده نادي الزمالك طلب التعاقد مع احمد عبد القادر علشان وقال له كده بالحرف انت ما بتلعبش في النادي الاهلي، فاحنا عايزينك تيجي عندنا وتكون ضربه قويه جدا ورد قوي جدا على النادي الاهلي، وكمان تتالق معانا ويندموا على رحيلك. رد احمد عبد القادر عليهم قال لهم انا عندي 4 شروط، لو وافقتوا عليهم انا موافق ان انا اجي العب عندكم. قالوا له هم، قال لهم اول شرط مبدئيا كده محدش يطلب مني ان انا اظهر في اي لقاء صحفي او لقاء تلفزيوني واذكر اسم الاهلي. تاني شرط، لو لعبنا النادي الاهلي اي ماتش محدش يطلب مني ان انا احتفل على اي هدف، او لو انا سجلت محدش يطلب مني الاحتفال، ومحدش من اللعيبه يجي يحتفل معايا عشان انا مش هحتفل. تالت شرط، انا هلبس رقم 74 مع الفريق. رابع شرط وده الاهم، انا هحط بند في عقدي يسمح ليه فسخ التعاقد لو انتوا ما عملتوش، او لو انتوا خالفتوا ال3 شروط اللي انا قلتهم دول. وبالفعل احمد عبد القادر يعني الشروط التعجيزيه دي حطها علشان ما يروحش يلعب في الزمالك، والصفقه باظت. بعد كده نادي بيراميدز كلمه قال له احنا عايزينك تيجي تلعب عندنا بالمبلغ اللي انت عايزه، حطوا له مبلغ فلكي علشان احمد عبد القادر ينتقل لبيراميدز. وانتوا عارفين ان بيراميدز يعني من الاخر كده هتكون صفقه كيديه وصفقه يغيظ بيها النادي الاهلي. احمد عبد القادر رد عليهم رد واحد بس وقال له كده بالحرف انا عندي 4 شروط وافقت عليهم هاجي العب عندكم. اول شرط، مش هظهر في اي اعلان او اي ظهور صحفي او اي برامج تلفزيونيه واذكر فيها اسم الاهلي. تاني شرط، انا مش هحتفل باي هدف يجي في النادي الاهلي. تالت شرط، هلبس رقم 74 مع الفريق. رابع شرط وهو اننا هحط بند في عقدي يسمح ليه فسخ التعاقد من طرف واحد لو انتوا اخليتوا بال3 شروط دول. وبالفعل صفقه بيراميدز باظت يا جماعه. نيجي بقى لنادي قطر. القطري طلب التعاقد معاه، قال لهم انا عندي شرط واحد بس، يعني نحط بند في العقد ان انا يسمح لي فسخ التعاقد من طرف واحد لو انتوا رفضتوا عرض النادي الاهلي، او النادي الاهلي محتاجني وانتوا رفضتوا العرض بتاعه. وبالفعل صفقه قطر القطري باظت. هنا بقى دخل الكرامه العراقي في الصفقه، قال لهم انا عندي شرط واحد وهو ان النادي الاهلي لو طلبني ارجع فيه في اي وقت. وبالفعل نادي الكرامه وافق على العرض. يعني احمد عبد القادر يا جماعه الحركه اللي عملها دي تتذكر في التاريخ، انه اشترى النادي الاهلي حتى والنادي الاهلي بالاخر كده مش ما اشتراهوش، والنادي الاهلي بايعه والنادي الاهلي رماه. ولكن احمد عبد القادر بجد يا جماعه الحركه دي ما عملهاش لعيبه كتير في ابناء النادي الاهلي، انه يرفض بيراميدز ويرفض الزمالك ويرفض اي عرض عشان يروح النادي الاهلي. كل الناس يقولوا في الكومنتات بالتوفيق يا احمد عبد القادر وربنا يكرمك.